السلام عليكم ناس كل ومرحبا بكم في ستيزون. في الفيديو هذا باش نفهموا كيفاش الترجي ربح الاهلي وشنو هو يستنى فينا في النصف النهائي، باش نحكوا على المرحله الجايه للترجي، ماتشات البطوله ونصف النهائي دوري ابطال افريقيا اللي رسميا سيكون ضد ميلودي سان داونز، مع تحليل تكتيكي مفصل. نبداو بمواجهة الأهلي اللي باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط. في الشوط الأول الترجي لعب تحفظ كبير، بلوك منخفض وتركيز كامل على الدفاع. الأهلي سيطر على الماتش، وصل حتى ل 79% استحواذ في أول 20 دقيقة، وكل 5 دقائق تقريبا نشوفوا فرصة اختيرة. وهنا يجي دور كبير متاع الحارس بشير بن سعيد اللي كان في فورمة كبيرة وأنقذ الفريق في برشا لقطات. ورجعنا نشوف النسخة متاعه متاع المنتخب ومتاع الاتحاد المنستيري. وسط الميدان شفنا انه كان دفاعي اكثر، كوناتي وتقاه كانوا مركزين على التغطية الدفاعية، وقبلو كان يلعب دور توازن دفاعي. في الشوط الثاني كل شيء تبدل تكتيكيا. المدرب باتريس بوميل فهم للأهلي باش يوصل يضغط، خلاهم يستهلكوا طاقة بدنية أكثر في كامل الشوط الأول، وهذا مهم خاطر في الشوط الثاني الأهلي كان منهك وفقد كل طاقاته البدنية. في نفس الوقت الترجي طلع في النسق وبدينا نشوف ضغط أعلى وتحولات أسرع، وشفنا بعد دقائق قليلة جات فرصة ضايعة من فلوريان دانو، والترجي وصل الضغط بعد التبديلات، خاصة بعد خروج ديارا اللي ما كانش حاضر ياسر، ودخول ينصاص اللي يعطيه إضافة كبيرة على الشير اليمين. ومن بعد جات اللقطة المهمة، استرجاع الكرة من غلطة من لاعبين الأهلي. فلوريان دانو يفتك الكرة يعطيها لبوعالية، مثلث باسات ما بين بوعالية ينصاص دانو، يعملوا تيكي تاكا 4 تمريرات متتالية وتنظيم ممتاز، ودانو يسجل هدف التعادل. هدف كان تكتيكيا ممتاز، سواء من تحولات سريعة، لعب جماعي، وإنهاء ممتاز من دانو. بعد الهدف الكل كان يستنى ردة فعل الأهلي، وخاصة النتيجة العامة اللي كانت لصالح الترجي. مدرب الأهلي دخل مهاجم جديد وكان متوقع أنه يضغطوا أكثر، أما العكس هو اللي صار. الترجي وصل الضغط بنفس القوة وبنفس الرباعي الهجومي، دانو ينصاص بوعالية وحسام قاء اللي كانت عنده حرية أكثر في الشوط الثاني. من هجمة سريعة أخرى ينصاص يعمل 1-2 مع تقاه، يدخل منطقة الجزاء ويتحصل على ضربة جزاء، وجاء منها الهدف الثاني عن طريق توغاي اللي سجل زادة في الذهاب، وهو اللي عمل دوبلي ضد الأهلي. بعدها شفنا الأهلي حاول يرجع، وطبعا سجل هدف من كرة ثابتة من ركنية، تقريبا كانت غلطة من حمزة جلاسي ضد مرماه بعد سوء تقدير في الكرة الهوائية. لكن رغم هذا الترجي بقى مركز. في الدقائق الأخيرة بعد دخول المساكني اللي كان صحيح كان ما كانش حاضر بدنيا، لكن من ناحية ذهنية كان ممتاز. من ركنية الكرة تتعدى وحمزة جلاسي يسجل الهدف الثالث براسية ممتازة، وهذا يبين زاد انه الترجي قوي في الكرة الثابتة، وهذه حاجة مهمة ولازم نستغلوها ضد ميلودي سان داونز. بصفة عامة الترجي لعب بذكاء، صبر في الشوط الأول واستغل التعب البدني للأهلي في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف في أقل من 30 دقيقة. اللي شفناه ضد الأهلي يعطينا فكرة واضحة عن المواجهات الجاية. مروا تو نصف النهائي، المواجهة باش تكون ضد ميلودي سان داونز، مباراة الذهاب باش تكون بين 10 و 12 أفريل، أما مباراة الإياب باش تكون في جنوب أفريقيا واللي ما بين 17 و 19 أفريل. الكلنا نعرف أن ميلودي سان داونز فريق قوي برشا في الوسط وفي الهجوم، وعنده جودة عالية في الاستحواذ، مع مدربهم اللي هو مدرب السابق للترجي المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو. أما زاد كيف شفنا نجم يستقبل أهداف، استقبل أهداف ياسر خاصة في التحولات السريعة، وشفنا مباراته ضد ستاد ماليان استقبل هدفين مع أنه الاستحواذ كان 80% لميلودي سان داونز. المواجهة تقريبا 50-50، والتفاصيل الصغيرة هي اللي باش تحسم الماتش. إذا الترجي نجم يتعدى سان داونز بنسبة كبيرة سيكون هو المتوج بالشامبيونز ليج، خاطر الفرق الأخرى عندها أقل خبرة من الترجي ومن سان داونز. في نفس الوقت نشوفوا فرق زي الجيش الملكي ونهضة بركان وصلوا للنصف النهائي، وهذا يبين ان حتى الفرق اللي ترشح كمركز الثاني من دوري المجموعات تنجم توصل نصف النهائي، وتنجم تربح حتى توصل حتى للتتويج. ونعرفوا زاد بركان مع مدربها اللي يعرف الترجي بالباهي، معين الشعباني المدرب التاريخي للترجي التونسي، اما يبقى فقط منافس لهذه اللحظة. نعود تو الى البطولة التونسية. المباراة الجاية بحول الله في 5 أفريل ستكون ضد النجم الساحلي في سوسة، ماتش صعيب كلاسيكو زي العادة، ما الترجي متعود يربح المباريات هذه، لكن بتكون مباراة مهمة خاصة أن الفارق في الترتيب نقطتين برك على النادي الأفريقي، ولازمنا نربحوا باش نحافظوا على الصدارة. وفي كاس تونس لازم التعامل يكون بجدية وما نعودوش أخطاء السنوات اللي فاتت. الفترة الجاية تتطلب تركيز سواء في أفريقيا ولا في تونس،
المرحلة الجاية باش تحدد موسم الترجي. شنو رايكم في الأداء الترجي ضد الأهلي في الذهاب والإياب؟ وهل الترجي نجم يكمل مشوار في دوري أبطال أفريقيا ويربح الخامسة؟ ما تنسوش اللايك واشتراك، ونشوفكم فيديو جديد.